انتوا لو محتاجين حاجه تخلي ريحتكم تتاكل من كتر ما ريحتكم حلوه راجعوا الفيديو ده للاخر. اكبر بادي سكراب انت ممكن تشوفيه في حياتك. جماعه بالخوخ ريحته بجد مش طبيعيه، بحس ان انا عايزه اكله من كتر ما ريحته تحفه. بصوا هو ناقص كده شويه، انا كده اوريدي استخدمته ومليان بقى بكل حاجه هتخلي ايدك تبقى مترطبه وريحتها حلوه. انتوا شايفين هي كبيره قد ايه؟ هي حرفيا هتكفيكم مده طويله قوي. اكتر حاجه عجبتني في السكراب ده ان هو مش بيخلي الجلد يلتهب اطلاقا. عدوا معايا بقى، ده فيه كام حاجه: فيتامين اي، زيت الجرسلين، زبده الشيا، زيت الجوجوبا. تستخدميه ازاي؟ ان انت جسمك بيكون مندي، بتبداي بايديكي تاخدي شويه وتحطيهم بشكل دائري كده على الجلد وتسيبيه شويه على ايديكي وبعد كده تغسليها. اتحداكي بعده لو حسيتي ان ايدك محتاجه مرطب. طلبت اللي بالخوخ وهم عندهم فليفرز ثانيه كتير جدا. خدوا هنا رايحين فين؟ استنى في حاجه ثانيه. جبت بودي باتر خطيره يا جماعه، بصوا بالفراوله، ريحتها مش طبيعيه بجد مهما اقول لكم انتوا مش متخيلين. بجد كان نفسي ان انتوا تشموا معايا من كتر ما ريحتها تحفه. بصوا هي بتبقى عامله كده، القوام بتاعها يا جماعه والله العظيم مش طبيعي. انتوا مش بتحتاجوا تاخدوا اي كميه كبيره خالص، بجد كميه صغيره جدا هتديكي كل اللي انت عايزاه. حرفيا ايديكم بتتزحلق. دول الحاجات اللي انا طلبتهم من عند بيج مكياجي، ولو عايزين تطلبوا هسيب لكم المنشن بتاعهم في الكابشن.